مع بعض، ولا احنا بنغضب ليه؟ يمكن احنا بنغضب عشان حقوقنا متاخده، ولا عشان احنا عايزين ناخد حقوق مش حقوقنا؟ احنا دلوقتي هنشوف. خلينا نبدأ الفيديو. الغضب، احنا اتكلمنا من فترة كده او لسه بنتكلم عن موضوع المشاعر. احنا مسكنا سلسلة المشاعر وقسمناها المشاعر سلبية، او انا ما بحبش اسميها كده، مشاعر مش مريحة او بتوجع، ومشاعر تانية مريحة واحنا بنحب بقى نكتر منها. فاتكلمنا عن الخوف المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن الغضب. الغضب ده اول ما بنجيب سيرته كده بنحس ان احنا عايزين نعض حد، عايزين نضرب حد، حاسين ان الناس كلها جاية علينا، وان احنا اتظلمنا ومفيش عدالة، وان كله جاي على حقوقنا. ايا كان ده حقيقي ولا مش حقيقي، بس احنا هنا بنتكلم على الشعور نفسه كايه، كانذار او كاليرت كده عمال يطلع جوانا يقول لنا ايه، دافع، روح دافع عن نفسك، اهجم، هات حقك. او ممكن يكون بيقول لنا ان احنا يعني ايه، خد حق من حد، خد حاجة مش بتاعتك. whatever هو بيقول لنا هنا ولا هنا، بس احنا عايزين نفهمه كده ايه ونبسطه. الغضب ليه اصلا بيجي الغضب؟ الغضب ده بتكون حاجة حصلت لنا ممكن واحنا صغيرين، او حصلت لنا في وقت بعدها وحسينا ان احنا ما خدناش اللي نستحقه، او حد سلب مننا حاجة. دايما المعنى بتاعه بيبقى ان في حاجة نستحقها وما خدناهاش، او في حد واقف عائق بيني وبين الحاجة اللي انا عاوزها. فانا عشان اشيل العائق ده اعمل ايه؟ عايز قوة دافعة لقدام ان انا اقوم واغير الوضع. دايما بتبقى زي الثورات التغييرات اللي هي الحادة اللي بتحصل، ايا كانت احنا معاها ولا لا، بس انا بتكلم في الفكرة. دايما المشاعر واحنا بنتكلم فيها نبقى عارفين ان احنا ما بنتكلمش عن صح وغلط، لان انا ممكن يكون جوايا شعور ان انا مظلومة واكون انا مفترية او العكس. فاحنا بنتكلم هنا عن الشعور نفسه، عشان لما نفهمه احنا هنبقى بعد كده اوتوماتيكلي اقدر شوية عن ان احنا نقيم نفسنا. فدلوقتي لو انا غضبان، ده معناه ان حد اخد مني حاجة انا مش مقتنع انها تتاخد مني، او في حاجة انا المفروض احصل عليها وما حصلتش عليها. فاللي جواه الدافع نفسه بيقول لي ايه؟ الدافع بيقول لي قوم اهجم على اللي قدامك، او قوم علي صوتك وقوم ولع في الدنيا. دايما الغضب طبيعته نار كده، ان انا هاخد اكشن عنيفة، هولع في اللي قدامي، حاجة كده. فدلوقتي انا لما يجيلي شعور غضب، تعالوا بقى نتكلم كده من اول خطوة. اول خطوة ان انا اشوف هو الشعور ده عامل ازاي، اقرب لان انا اشوف طعمه ايه، يعني استطعمه كده شوية. اقول انا غضبان، انا فعلا مولع، حاسس ان انا دماغي كده فيها نار، وفي ناس بتجيلها في الحتة دي، انا حاسس ان انا هنا في شعلة كده او في جمرة، وايديا حاسس ان انا عايزة اذي حد، في الغالب بيبقى اذى، او عايز انتهك حد، اسلب من حد، حاجة كده فيها ايه، تعدي على الطرف الاخر او اخدان الحقوق. طبعا دلوقتي عشان احنا في فترة فيها عدم استقرار بين دول، فاغلبنا حاسس ده بس على مستوى اعلى. فتعالوا نشوفه احنا جوانا بنبقى عاوزين ان احنا نهجم على الحد ده. طيب دلوقتي انا اول حاجة هعملها احس بالشعور، انا حاسس ان انا عايز كده. وبعدين هبتدي اشوف الموقف. هو الموقف ده مثلا حد، انا داخل في طريق وهو دخل قبلي، فاقيم الموقف. ممكن احل الموقف على فكرة بدون الغضب، وممكن استخدم الغضب عادي. هو الغضب برضو خلي بالكو، المشاعر دي بتسهل لنا ان احنا ناخد موقف. يعني لو مش خايف مش هيبقى عندي الطاقة ان انا اجري من الاسد، ولو انا مش متنرفز مش هيبقى عندي الشجاعة. هو الغضب بيدي شجاعة تدفعك لقدام. لو انا ما عنديش مش غضبان، ممكن ما يبقاش عندي شجاعة اواجه الطرف اللي قد يكون فعلا جاي على حقي، واقول له كلمتين واقول له ده ما ينفعش، وابقى ايه، صارم كده وقوي في حقي. المشكلة بس في الغضب ان هو لو متراكم هيزقك اكتر من اللازم، فهيضيع لك حاجة بقى تانية. يعني انت ممكن تروح تقول للمدير انا لو سمحت ما استحقش المعاملة دي، او انا اتاخد حقي، او حضرتك فسر لي الموقف ليه انا اتعامل معايا كده وما اتعاملش مع زميلي. اوكي لحد هنا كويس. المشكلة بقى فين؟ ان انا اخش اقول له انت حمار، انت اصلا مدير ما تنفعش تبقى مدير. فجميل قوي هيديني حقي بس هيرفدني بالشغلانة كلها. فهو الغضب على فكرة الهدف بتاعه او الرسالة اللي عايز يقولها لك، في حاجة عايز تاخدها زيادة، مش في حاجة عايز تفقدها خالص. هو مش مدمر، هو التراكم بتاعه، او ان احنا لو ما تفاوضناش معاه قبل ما نستخدمه فعلا بيبقى مدمر. وفي الغالب الناس اللي ما بتستخدموش اول باول، يعني انت حسيت انك غضبان، اتكلم في الموقف لو ينفع، او ما تتكلمش بس
فضفض، عبر عن مشاعرك، اعرف على الاقل مشاعرك. الناس اللي بتهب جامد قوي اكبر ما الموقف يستدعي في الغالب او بنسبة حاجة و90% بتكون هي مراكمة بقى غضب بتاع الموقف ده اللي انا سكت فيه، والموقف ده اللي انا ما حلتوش مع نفسي، والموقف ده اللي انا مش عارف اصلا هو اتعمل فيا ليه، زعلان من ربنا، زعلان من الحياة. فكل دول كالكوع، فيلا بقى اول ما تيجي حاجة تبقى دي بقى ايه اللي هي القشة اللي قسمت ظهر البعير. فيجي واحد مثلا يعمل لي كده اهو، فانا بدل ما اقول له ايدي وجعتني اقوم مديله في وشه وموته، شكرا ضيعت مستقبلي. فهي الفكرة ان هو الغضب صحي، كل المشاعر اللي احنا بنقول عليها سلبية او مؤلمة هي صحية. اقرب لايه؟ للجوع. هو احنا لو جعانين بنقول على الجوع ده مشاعر سلبية؟ ما هو بيقعد يقرص في بطننا ويوجعنا ونحس ان هو وجعنا، بس احنا عارفين ان جعان يعني حاجة من الاتنين، يا اما هقوم اكل، يا اما لو انا صايم او عامل دايت او مش عايز اكل دلوقتي او في مكان معرفش اكل فيه هقول له استنى شوية، شكرا. هو كده بس. ما بنزعلش بقى ولا نقول الجوع ده مشاعر سلبية. ازاي اعمل كنترول على جوعي؟ عمر ما حد بيسأل كده. او ازاي ان انا اتخلص من الجوع نهائيا؟ هو مش مطلوب تتخلص منه، ده هي حاجة موجودة عشان زي الكلاكس كده، ولا زي الزرار اللي بيزمر لما بلبس الحزام، ده مطلوب. فهو الغضب عايز يقولك كده خلي بالك، قيم الموقف ده كده، انت خدت حقوقك ولا حد جاي عليك؟ انت بقى بتشوف، مش بتروح بقى ايه زي ما تكون مثلا جعان فاول حد يجي قدامك بتعضه عشان تاكل حتة. فاحنا نفس الكلام في الغضب وفي كل المشاعر. الغضب هو انا غضبان، انا غضبان، بدل ما الجوع انا حاسس في بطني، لا الغضب انا حاسس ان انا سخن، ان انا متضايق، ايديا عايزه تهجم على حد، لساني عايز يشتم حد. فهقف كده في الموقف ده واقول ممكن بسرعه حتى، يعني مش لازم هعمل زي الجوع، ومع الوقت انا اوتوماتيكلي هقيم، اقعد اقول انا دلوقتي غضبان. طيب تمام، انا غضبان عشان واحد اداني ميعاد ونسي، دي حاجه تضايق لان هو لطعني، دي حقيقه، او سابني وما جاش. بس هل ده يستدعي ان انا اقوم اقطع العلاقه معاه؟ ممكن لو هي مش اول مره، او لو هو حد مش مهم، او هو انظرته كتير وما ادانيش، ما عملش اكشن. وممكن يكون غصب عنه، ممكن يكون اول مره. اقيم بقى قبل ما اتصرف، هي دي فكره الغضب. زي ما قلنا قبل كده ان الخوف فكرته انه بيقولك خلي بالك انا متوقع اذى، فانا بقى بعقلي بشوف هل فعلا متوقع اذى، ولا هو مأفور، ولا انا خدت الموضوع على صدري، ولا حد يساعدني او طريقة تانية تخليني أأمن. الخوف بيوصلنا ان انت خلي بالك، خد امانك. ده بقى بيقولك خلي بالك خد حقك، خلي بالك انت في حد اخد منك حاجة، حد اعتدى على الحدود بتاعتك، بس كده. الكلام عن الغضب على فكرة انا عارفة ان هو بينرفز الناس، لان اغلبنا تعودنا من واحنا صغيرين ان عيب ان انا اقول انا عايز كده، عيب ان انا اعبر عن غضبي، عيب اصلا تغضب. يعني كانوا اهلنا يقولنا هو انت بتعلي صوتك، وانت ازاي بتكلميني كده؟ اغلبنا كده في الدول العربية، معرفش بره ممكن كمان يكون اغلب الناس كده. فتعودنا ان انت اصلا اتكتم، عيب ما تعيطش وانا بضربك، متخيلين؟ او ما تعليش صوتك وانتي بتضربي، او انا بنتهك حقوقك لما كانوا كبار. فانا عارفه ان الحلقه دي اصلا مستفزه، انا عارفه كده. انا ما كنت اسمع اي حاجه عن الغضب من الحاجات التريجرنج جدا او مستفزه، فانا عارفه ان بصير غضب اللي بيسمع. بس مضطرين يعني ممكن نسمع حته او ما نسمعهاش بقى دلوقتي، نبقى مستعدين لها. لان فعلا الكلام عن الغضب لما بتكون جابته بيخليك تغضب، ايه ده، هو انا ساكت على حقي كل ده؟ طب يعني ايه؟ يلا بقى عليا وعلى اعدائي، ونبتدي بقى عايزين نهجم على اللي قدامنا. هتلاقوا حتى الناس الطيبين او الحليم، اتقي شر الحليم اذا غاضب. ليه؟ لان هو في النهايه بيغضب بس مسك نفسه كتير. فهنا الموقف اللي انا هبتدي او الاكشن اللي انا هاخده هو ده، ان انا هقول له ايه، انا مقدر ان في غضب دلوقتي، في حدة مشاعر او في شعور، في زي تفاعل في جسمي، عايز ايه؟ هيقولك عايز ان الشخص ده ما يعمليش الحاجة دي تاني، حقك وحاجة جميلة. او انا طمعان في حاجة مش بتاعتي بس حاسس ان استحقها. هنا بقى ستوب، هنرجع نفسنا كده نقول طب هو دلوقتي الشخص عمل حاجة وانت ما عملتهاش، اوكي، شوف طريقة بقى تحاول تعملها عشان تحس ان انت في عدالة، او ان انت زيك زيه. ده بقى موضوع تاني. تاني حاجة بقى ان احنا تالت حاجة بقى ان احنا نبدأ نشوف هل انا عندي اكشن اعمله اصلا ولا ما عنديش اكشن، وان انا بس مجرد فهمت غلط او تراكم غضب قديم فخلاني اكبر الموقف. ولو انا حاسس ان الموضوع اكبر مني وان انا بغضب بسرعة
او بغضب على مواقف تافهه، ده معناه ان انا محوش كتير قوي وان في ايشوز كده شويه من وانا صغير اتراكمت. هنا ممكن ابتدي حد يساعدني بجلسات، سواء الموضوع بتاع الغضب لو ما وصلش ان انا ادمر، مش من المواضيع اللي محتاجه، مش زي الفوبيا وكده، مش المواضيع اللي محتاجه دكاتره يعني، او بيتحل اسهل رغم انه يبدو ان هو اصعب، بس ممكن يتحل مع كوتش او يتحل مع سايكولوجيست خبير نفساني، او ممكن نحله مع نفسنا. الخوف يمكن بيبقى من الحاجات الاصعب شويه. الغضب مجرد ان انا عرفت حقي ايه وعرفت انا ليه بغضب، ياخد شويه وقت، بس ممكن انا لوحدي ابتدي طالما ما وصلتش الحاجه انها تبقى نوبات غضب او بكسر او كده. ده ممكن انا احله مع نفسي. ولو احتاجتوا اي مساعده او حد احتاج مساعده، يا ريت ما نترددش ان احنا نروح لحد مختص، او حتى نتكلم مع صديق بس يكون راسي يعني، او اوعى مننا شويه، او يكون حد بنثق فيه، ونتكلم نقوله احنا حاسين بكده، احنا عندنا غضب من كده. ممكن يكون هو ليه وجهه نظر احنا مش شايفينها، لان ساعات الغضب بيبقى عدم نضج، كتر الغضب. لا زي الاطفال، انا شبطان في اللعبه دي وعايزه اخدها دلوقتي، احيانا بنبقى كده، احنا عايزين الحاجه دي دلوقتي، طب هي من حقك؟ لا. طب قادر على تمنها او قادر ان انت تعمل؟ لا. فاحيانا بيبقى عدم نضج برضه. فعشان كده احنا بنقول ان احنا لو ما استشرناش حد مثلا متخصص، على الاقل نستشير حد بنثق فيه، او حد خبرته في الحياه اكتر مننا. بس وان شاء الله اتمنى لكل الناس ان هي تتحكم في مشاعرها، ومش تتحكم بس، تستفيد من مشاعرها، وتعرف قد ايه ان جهاز المشاعر بتاعنا ده موجود لمصلحتنا. شكرا، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية، وهنكمل ان شاء الله سلسلة المشاعر. شكرا.